عايز تعرف ازاي تصور باعلى جوده من تليفونك السامسونج؟ اتفرج على الفيديو ده. اول حاجه هتعملها هتفتح الكاميرا من تليفونك السامسونج، والتلاتة واربعة اللي انت شايفها قدامك دي هتخليها 9 و6. طبعا تقدر تختار الاختيار الفول اللي هو بيخلي الكاميرا على الشاشه بالكامل، بس انا ما بفضلوش قوي. لكن ال9 و6 بيديك مساحه اكبر، تقدر تشوف فيها زاويه افضل في التصوير وتجمع داتا بشكل كبير. وبعد كده تروح على ال 12 ميجا بتاعتك على حسب كل تليفون. هنا اعلى حاجه ال 200 ميجا، انا اكيد هختارها لو انا عايز اصور باعلى جوده. لكن خلي بالك، ممكن تختار ال 50 ميجا، يبقوا كويسين جدا لو انت عايز توفر في المساحه الداخليه لتليفونك. وبعد كده تروح على علامه السيتنجز او الاعدادات اللي موجوده هنا في الكاميرا فوق على الشمال لو انت بتستخدم التليفون بالانجليزي، وهتبقى موجوده على اليمين لو انت بتستخدم التليفون بالعربي. هتنزل حاجه بسيطه لغايه ما تلاقي كلمه سيلفيز. هنا لما تلاقي كلمه سيلفيز هنا فوق هتلاقي اول اختيار اسمه سيف سيلفيز از بريفيود. يعني ايه؟ يعني بيخليك تحفظ الصور السيلفي من غير ما تبقى الصوره مقلوبه. انت بتبقى مصورها وبيبقى حد واقف على يمينك، فجاه بعد ما بتنزل في الجاليري بتلاقيه الشخص ده واقف على شمالك، فتفعل الخاصيه دي بالشكل ده. الصور السيلفي هتبقى زي ما هي. وبعد كده تنزل على كلمه فيديو وتلاقي اول اختيار اسمه اوتو اف بي اس. يعني ايه؟ يعني فريم بير سكند، وتدوس عليها وتختار اخر اختيار تحت. هو دلوقتي بيصور 30 فريم في الثانيه، في الاخر هيصور 30 فريم وينقل ما بينها وما بين ال 60 فريم. ال 60 فريم بيخلي الفيديو سلس اكتر وهو بيتصور، وفي ناس بتعاني من الموضوع ده بشكل كبير جدا في تصوير الفيديوهات بتاعتها. وبعد كده بترجع مره تانية وتنزل للاخر وتلاقي حاجه اسمها جريد لاينز. لما بتفعل الجريد لاينز بتلاقي الكاميرا بتاعتك اشتغلت بالطريقه دي، محدد لك 9 مربعات في الكاميرا بتاعتك بحيث ان انت تقدر تظبط الكادر في النص او على اليمين او على الشمال، وتقدر تستخدم الكاميرا بتاعتك بشكل افضل شويه من الاستخدام العادي. بس بقى يا سيدي، وانا تامر، وفي الاخر ما تنساش تعمل سيف الفيديو، شير مع اصحابك، فولو عشان تشوف الحاجات الجديده.